هو مين اللي قتل زوجة المحقق ميلز في فيلم 7؟ هتقولي السفاح جون دو، صح؟ غلط. ازاي بقى؟ طب تعالى نسأل السؤال بصيغة تانية. مين اللي كان السبب في موتها؟ ايه انت فاهم حاجه؟ لا بس عشان يبص لي وبعدين. هقولك ان اللي كان السبب في موتها هو المحقق سومرست. تعالى افهمك ليه المحقق سومرست كان سبب في موتها. هو مين اللي خد فلوس من ميلز واداها لواحد شغال في المباحث علشان يجيب له اسامي الناس اللي جابت كتب ممنوعة زي كتب الاسلحة والخطايا السبعة؟ هتقولي سومرست. ومين اللي نقى اسم جون دو دونا عن كل الاسماء وخد ميلز وطلع على الشقة بتاعته علشان يحقق معاه وهو معهوش حتى اذن من النيابة؟ سومرست. وبعدها السفاح بنفسه اتصل بميلز وقال له انا كنت هقتل ناس معينة، بس بسبب اللي انتوا عملتوه انا هعدل الخطة بتاعتي وهقتل ناس تانية خالص. مين بقى كان السبب في اللي هم عملوه وانهم يوصلوا للشقة بتاعت السفاح اصلا؟ ايوه هو والله. وبالتالي اللي كان سبب في موت زوجة ميلز هو المحقق سومرست. وبس كده يا معلم، لو عجبك الفيديو اعمل لايك واستنى الفيديوهات الجاية.